كل عام وانتم بخير. الفانوس اهو، ما بخلتش على حد في الفانوس. اقول لكم فانوس، خد فانوس. كل عام وانتم بخير اصدقائي الاحباء. شكرا لردود افعالكم الناتجه عن هي اول حلقه خالص، اللي هي حلقه مرحله الطفوله، نادي العمر ومرحله الطفوله. تمام، اشكركم جدا على رد فعلكم الحلو والجميل الرائع الجامد الفاشخ. تمام، والنهارده هنحكي عن حلقه، تمام، هي مش القصه، لكن القصه ان شاء الله يعني في وقت قريب هكمل لكم الجزء الثاني. حلقه النهارده يا جدعان هي حلقه ممكن تبقى ظاهره كونيه او مش ظاهره كونيه. هي حلقه ممكن تقول عليها مثلا هي من النوادر حصلت في 2005 على الارسنال، تمام، في الدوري اللا هزيمه برئاسه انسل فينجر اللي هو كان مدرب الارسنال في وقتها، وطبعا مع الجيل الذهبي بتاع الارسنال اللي هو ما تبقاش منه حد حاليا بيلعب كوره يعني. اصبحوا مستوى كلهم مدربين يعني، مفيش حد اصلا بيلعب ب 2005 لغايه دلوقتي غير لو مثلا راموس مثلا، راموس وميسي. مفيش حد في الدوري الانجليزي اقدر ان اعرفه مثلا انصح بيه مثلا هو ايه مثلا يعني بيلعب لغايه دلوقتي. النادي اللي انا هحكي عليه النهارده هو نادي باير ليفركوزن، هو النادي الالماني اللي هو الى وقتنا هذا كل ما اجي اصور الحلقه دي بالنادي اصلا بتحصل حاله من حالات التعثر الكروي، اللي هو تعثر بحيث انك انت كل مثلا لما تيجي تتفرج تلاقي النادي بيقع، النادي بيتخلخل توازنه، تمام، فانت تبقى حاسس انك انت الوش وحش يعني للفرقه يعني. قضاء وقدر، قضاء وقدر يا ابن البومه. هنحكي النهارده عن باير ليفركوزن. مش هحكي لك عن باير ليفركوزن كشخصيه، هحكي لك عن المدرب بتاعها وهو تشابي الونسو. في يعني الحلقه دي تحت رعايه اصلا ويكيبيديا، لانك كل حاجه واخدها من جوجل، وهي ممكن لو انت عايز تتاكد من حاجه، عايز تعدي على كلامي، ممكن تخش على جوجل وتشوف. بص، انا هنتكلم النهارده عن حاجات عباره عن دوري الابطال والانديه والمدربين والمركز والعمر والاعتزال، سن الاعتزال، تمام، التدريب والنتائج بتاعته. هقول لك ليه هنحكي عن كل ده، وهل ممكن بكره وبعده مثلا هنشوفوه نادي مثلا بايرن ميونخ، نادي ريال مدريد، ليفربول، برشلونه. وطبعا ده برشلونه استبعادها خالص، اركنها على جنب. انا بقول لك اركنها على جنب ليه؟ لانها مستحيله، لان احنا معناش فلوس اصلا نشتري حد، تمام، يعني احنا نطلع لمسيه ونبقى زي الفل. دي في حلقات قادمه ان شاء الله بنحكوا فيها يعني. تمام. عمنا تشابي الونسو من مواليد 25 نوفمبر 1981، يعني عنده عمره 42 سنه. ممكن تقول عمر كويس، عمر مدرب مثلا شاب كويس يعني. احنا بنقول الشاب يعني، احنا بنقول عنده 42 سنه شاب يعني. لو هو اذا كان عنده 50 لا، ده هو عجز بقى، عجوز يعني. هو عنده 42 سنه. خبراته في الملعب خبرات كويسه يعني، هو ممكن ينفع في الملعب مثلا يطول، ممكن مثلا يلعب مثلا لغايه السن اللي هو 42 ده زي كريستيانو رونالدو، تمام، وزي بيبي اللي هو لاعب نادي بورتو. كل لاعب في الدنيا دي بيوصل لحد معين، هو لا هو يكمل في ويلعب من اجل الفلوس، او ممكن مثلا يعني يقول لك ايه خلاص طاقتي خلصت، انا مش عايز مثلا فلوس، انا مثلا مرتاح، مثلا عايز مثلا يلعب لاجل التاريخ، يلعب لاجل البطولات. هو مكتفي باللي عنده، فمش محتاج ان هو يبذل طاقه تاني، فيكتفي بالاعتزال. يتجه يا لو هو مثلا نادي محبوب، لو اللاعب ده محبوب ضد اللعيبه او المنتخب او الفرقه او الجمهور، تمام، فممكن عنده حظوظ اوفر ان هو مثلا يروح يدرب في نوادي، او مثلا يكون ذو خبره، تمام، كسب بطولات مثلا معينه او كتيره، دي تساعد ان هو يعني ايه، ان هو يبقى مدرب افضل واحسن يعني. وبتبقى حظوظ ان هو يبقى مدرب بحيث لو كانت دماغه واسعه، تمام، هيقدر ايه ان هو يلعب. عندنا راح فيها تشابي الونسو اول نادي صعد له هو كان نادي ريال سوسيداد من 1999. كان في به، انا بكلمك ريال سوسيداد كنادي يعني به والف، يعني ممكن يبقى في الناشئين وفي اللعيبه الاساسيه. لعب من 1999 ل 2004، يعني فتره ممكن اقول لك حوالي 6 سنين. بس في النص راح اعاره لنادي ابرا، تمام، من سنه 2000 ل 2001. عمر يعني برضو معنى اصح يعني، عشان خاطر ايه استغلال اللعيبه والفلوس وكده والماديات، احيانا النادي بيبقى بيضحي لاجل المواضيع دي يعني. كده انتقل لنادي ليفربول 2004 ل 2009، انتقال حلو يعني. يعني هو طلعت من الدوري الاسباني، لكن افتكر انك انت بدايتك في الدوري الاسباني اكتر يعني. هي بدايه طلع من النادي الاسباني، والمعلومه هو كان طالع مع ارتيتا، فكانت فممكن يبقى الموضوع كان مستريح معاه، بحيث ان هو بيشوف اللعيبه ليه بياخد ثقافات اكتر مع النادي اللي بره، بحيث ان هو ما خدش الدايره اللي هو انا هقعد هنا، فاهمني، فراح نادي ليفربول من 2004 2005. واعتقد ان هو خد في الفتره دي خد دوري الابطال مع ليفربول في 2005 من 2004 ل 2009، وخد دوري الابطال في 2005 مع ليفربول، ما خدش غير 2 دوري ابطال. راح ريال مدريد في 2009 ل 2014،
خد دوري الابطال مع كارلو انشيلوتي، فخده في فتره حلوه يعني. هو راح ريال مدريد، فهو رجع لاسبانيا، فهو برضو ليه خبرات اسبانيه. وافتكر ان هو في 2010 كسب كاس العالم، تمام، في 2010 مع اسبانيا، تمام، بهدف الاخير ضد هولندا، هدف انيستا طبعا. فده الموضوع مريحه الى حد ما. بعد كده راح من ريال مدريد في 2014 ل 2017 راح بايرن ميونخ. طبعا فتره حلوه، تمام، يعني فتره حلوه، تنقلات محترمه وحلوه قوي، تمام. طب انا اسالك سؤال، ايه المركز بتاعه؟ مركزه خط وسط ارتكاز، يعني زي لعيبه بوسكيتس، روميرو اللي لسه مشترينه نادي برشلونه، رودري، تمام. الاهداف مع الانديه مسجل 35 هدف، تمام، و16 هدف مع المنتخب، مجموع حوالي 5 و3 5 و5 و6 11 4 51 هدف، 56 غير طبعا غير الاهداف بتاعت المنتخبات. لعب 547 ماتش مع الانديه سوسيداد والشله دي، تمام، سوسيداد وريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول. ولعب 129 ماتش مع منتخب اسبانيا، تمام. والى حد ما انت ممكن تشوف مسيره محترمه، مسيره يعني فيها مسيره كتيره. لعب ارتكاز مثلا، بيجي مدرب هو الاشهر حاليا في العالم كله، فهي فتره محترمه مع المدربين اللي هو بيلعب معهم. مين ابرز المدربين؟ ودي النقطه المهمه، بس هحاول اقول قبليها حاجه معينه، هي دوري الابطال، تمام. بص، هو ايه بطولاته؟ ابرز بطولاته، هي ابرز البطولات هي بتبقى يا الدوري يا دوري الابطال، تمام، يا بطوله مع المنتخب، تمام. انا مش كاتب، ما كاتبش الدوري، فانت ممكن تبحث على ويكيبيديا، انا مش غريب عليك يعني ويكيبيديا. هو كسب دوري الابطال مع 2005 مع ليفربول، ومع ريال مدريد في 2014 مع كارلو انشيلوتي، كاس العالم 2010، وكاس اوروبا في 2008 و2012. فدي بطولات مع المنتخب تسمح له ان هو مثلا يلعب في نادي او نوادي كبيره مثلا في وقتها يعني. احنا اتكلمنا عن دوري الابطال، اتكلمنا عن الانديه، اتكلمنا عن المركز بتاعه، واتكلمنا عن العمر بتاعه، واتكلمنا عن الاعتزال. اتكلمناش عن الاعتزال. اعتزل في بايرن ميونخ في 2017. هو قال لك لا كفايه يعني كده، انا اروح اريح، اروح اشوف لي اي شغلانه تاني، لان الشغلانه برضو الشغلانه دي تبقى صعبه يعني. ان هو اللاعب يعتزل ده وما يلاقيش حاجه تبقى صعبه صراحه يعني. ان هو مثلا يعتزل وما يلاقيش حاجه، بتبقى حياته صعبه حرفيا يعني. لو ما لقيش مثلا شغل وما اشتغلش. النتائج طبعا ما كتبش النتائج، بس هي نتائجه واضحه يعني. ممكن اقول لك نتائجه كمدرب، تمام. هي ما فيش غير حسنه واحده بس، هي حسنه واحده، والله هي حسنه واحده، وهي ايه؟ ان هو الابرز حاليا في باير ليفركوزن موسم 2023 ل 2024 في جميع مبارياته بدون هزيمه في جميع الدوريات الخمس الكبرى. هو ما خسرش ولا ماتش في الدوري السنه دي، تعادل بس ما خسرش. في فرق انك تخسر، فرق انك تعادل، فرق انك تكسب. طبعا تكسب ده بيحسب عليك يعني. تخيل انك انت كل مبارياتك انت ما بتخسرش، انت بتكسب بس. مسيرته التدريبيه في 2018 ل 2019 قعد سنه كامله بيدرب نادي فابريكيا ده الدرجه الثانيه في ريال مدريد الاسباني. بعد كده راح 2019 ل 2022 راح درب الشباب، رجع لاسبانيا، معتقل اسبانيا بتاعه في 2019 2020 قعد حوالي 3 سنين ولا سنتين، تمام. 2019 2020 2021 2022 قعد 4 سنين تمام. من ريال سوسيداد فتره حلوه، رجع لاسبانيا تاني. طبعا انت هتقول رجع اسبانيا ازاي مرتين؟ هو لعب في اسبانيا، لعب في نادي ريال مدريد، ولعب في نادي سوسيداد الف وب. طبعا زي ما انا كاتب في راس الفيديو ان هو المدرب المستقبل. ليه مدرب المستقبل يا صديقي؟ وهقول نسيت اقول لك حاجه، نسيت اقول لك اهم حته، وهي الحته اللي انت هتركز فيها كشخص، وهتكتشف ان بكره وبعده كل ما انت بتاخد خبرات من المدربين، كل ده ما هيبقى احسن. المدربين ضرب تحت ايديهم ايه هو؟ صلى على سيدنا النبي صلى والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درب في بايرن ميونخ في 2014 ل 2017 مع بيب جوارديولا. كان كارلو انشيلوتي راح برضه بس ما كملش معاه. درب في الليفر مع نادي رافائيل بينيسيس. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. مش عارف اسمه ايه. هو مدرب ليفربول اللي كسب معاه في دوري الابطال في 2004 و2005. بعد كده راح نادي ريال مدريد، درب تحت قياده كارلو انشيلوتي اللي كسب في دوري الابطال معاه، وجوزي مورينيو. خلينا متفقين ان هما الثلاث مدربين اللي اتدرب تحت ايديهم انشيلوتي وجوارديولا ومورينيو
طالما انت اتدربت تحت الثلاث مدربين دول اللي هم يعتبر من اعظم مدربين العالم حاليا، فانت شخص جبار. انت لو ركزت ان كل المدربين اللي طالعين حاليا احيانا لا يبقوا خط وسط يا مدافعين، مفيش مدرب مهاجم، ما اعتقدش، انا مش هنلاقوا كل المدربين بيبقوا خط الوسط. ليه؟ لان خط الوسط ده هو عباره عن المكان الوحيد اللي المدربين هم بيرموا فيه النصائح، بحيث ان هو المكان اللي هو بيحس ان كل اللعيبه او كل المدربين بيستغلوا اللي من قدام وورا، تمام، قدام المهاجمين والمدافعين، هو الخط الوسط اللي هو بيحس ان هو بيدي النصائح، وبيبقى هو الكابتن احيانا زي جوندوجان مثلا، وكذلك لوكا مودريتش، وكذلك اللعيبه اللي هسه دماغها قوي، تمام. لعبت تحت جوارديولا وكسبت مع الدوري، ولعبت مع انشيلوتي وكسبت معاه دوري الابطال، وجوارديولا كسبت مع الدوري. فانت دماغك حلو، يعني انت دماغك حلو، انت كاسب بطولات. بس هل انت هتقبل انك تاخد الافكار من مورينيو؟ ومورينيو كان بيعاملك مثلا بطريقه مش كويسه. بس الفكره انك انت بتاخد افكارك من مدربين وبتطبقها، تمام، فانت بتكسب خبراتك. والله انا كسبت مثلا خبره مثلا من انشيلوتي، كسبت خبره من جوارديولا، كسبت خبره من مورينيو، حتى لو هجابل انشيلوتي مرتين فده اريح ليا. بس الفكره انك انت بتحاول تبقى بكره وبعده، انت لو في مثلا بتحب تهتم بالمستقبل فتحاول بكره وبعده انها بتتدرب اكتر على مثلا زي محمد النني دلوقتي بيتدرب ان هو يبقى مدرب. حاليا هو اعظم مدرب. ليه؟ لان هو يعتبر بيلعب بالتشكيله الهجوميه، يعني هي تشكيله حلوه، تمام، وهي تشكيله هقولها لك من تحت لفوق، وهي 3-4-2-1، ودي اخر تشكيله هو كسبها، تمام، في الماتش بتاع 3-2 النهارده يوم 17 مارس، تمام. التشكيله دي اللي هو بيلعبها هي تشكيله الهرم. سيبك انت كده، سيبك من ان اللعيبه دي، هو بيلعب كده ان هو بيلعب براس حربة صريح، واثنين خط الوسط وجناحين، واثنين خط وسط وثلاثه دفاع، خطه هجوميه بحته، تمام. انت كده بتضحي حلو، ومدافعين هم مدافعين متمركزين، فهو واخد برضو الخطه التمركزيه لما كان في البايرن، تمام. فهو بحيث ان هو واخد فكره البايرن لعيبه هجوميه ولعيبه دفاعيه احيانا، فهو واخد تفكير حلو، تفكير عملاق يعني. فخطته اللي هي 3-4-2-1 دي هي خطه هجوميه، تمام، هي هجوميه متمركزه في خطه وسط، فهي خطه ممكن لحد ما تبقى كويسه. انا هقول لك اخر حاجه يعني متعلقه بالموضوع ده، وانا عارف اني طولت عليك. تشابي الونسو هل هو يستحسن ان هو يروح نادي بايرن ميونخ ويكسب بطولات معاه في ظل اللعيبه اللي موجوده مع بايرن ميونخ، ولا مثلا يروح ليفربول ويحاول يكسب دوري ابطال باللعيبه الموجوده معاه، ولا يروح مثلا ريال مدريد بعد ما فتره انشيلوتي تخلص؟ انا شايف ان هو هيفضل في بايرن ليفركوزن شويه لحد ما ان هو مثلا يطلع، يعني هو يحاول مثلا يخلص معاهم السنه يكسب معاهم الدوري، بعد كده هيروح دوري ابطال السنه الجايه، هيلعب دوري الابطال، هيشوف الدنيا، مش هيشوف الدنيا، هل مثلا هيقدر يكمل، هل مثلا هيحاول مثلا ان هو مثلا يفكر مثلا ان هو يدرب يكمل تدريب في باير ليفركوزن. بس مستحيل ان هو يكمل ويقعد، لان هو محتاج مثلا برده محتاج لعيبه معروفه في العالم، ومحتاج يتشهر. ده اي حد مثلا مدرب عايز يعمل كده، محتاج مثلا ان هو يتشهر ويتدرب، بحيث انه يبقى الموضوع بالنسبه له موضوع مثلا بطولات. وكل واحد دلوقتي بيحاول يكتب التاريخ، لان التاريخ بصمه وهي اللي هيفضل الناس تفتكرك بيه بعد قدام الازل، تمام. فانا شايف بعد ما هيخلص نادي باير ليفركوزن ياخد بعضه وهيروح على نادي ريال مدريد يا بايرن ميونخ. لكن ليفربول هي قصه مستبعده تماما، لان ليفربول مهما حصل مش هيحاول ان هو يرجع، وان كل احتمالات ان ليفربول متمسك بيه اكتر. لكن هو قبل ما يمشي من ليفربول حصلت مشاكل في الاداره فما قدرش يكمل. لكن هو احتمال ان هو يروح ريال مدريد، تمام، يبقى اللي عنده لعيبه كويسه، ولو في نفس الوقت هو لو حابب يقعد في دايره الالمان فهيحاول ان هو يروح بايرن ميونخ ويكسب معاه بطولات مهما حصلت يعني. فالموضوع هيبقى في الحدود الناديين دول، يا بايرن ميونخ يا ريال مدريد، لانهم برضه هم الناديين اللي هم عليهم حق يعني. وفي نفس الوقت انت لو بصيت فهي تبقى ان المدرب بيحاول ياخد الفتره اللي هو بيبقى مرتاح فيها، ان هو مثلا لو مرتاح مثلا في بايرن ميونخ، او مرتاح مثلا في نادي ريال مدريد، او مرتاح في ليفربول، او مرتاح في ريال سوسيداد، اهم حاجه هو بياخد الحاجه اللي بتبقى احسن ليه، واللي هو في نفس الوقت هي الاحسن كرويا او الاحسن ليه، بحيث ان هو الاحسن اللي يبقى عنده، تمام. هو كده الموضوع مش بايدنا احنا، بايد المدرب نفسه. وفي نفس الوقت الفكره كلها ان انا ده كلها احتمالات، محدش الله اعلم، محدش عارف هو هيروح فين، لكن احتمال ومش بعيد قوي ان هو يعني ريال مدريد. بس ما اعتقدش ان انشيلوتي هيقعد اكتر من كده، تمام، لان هو لكن انشيلوتي هو كويس،
لكن ممكن شوتي بعد ما يخسر دوري الابطال هيمشي، او هيروح بايرن ميونخ مع ظل تخلخل ثقة بايرن ميونخ مع توخيل في اخر فتره، رغم ان لعيبه بايرن ميونخ بتحاول انها بتصعد بالدوري، لكن الموضوع يبقى صعب بالنسبه لها في ظل وجود باير ليفركوزن. تمام. بس ده كان رايي شخصي. ان شاء الله يعني اتمنى تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، وافضل صلي على النبي. ونصيحه الحلقه انك تعمل تاريخ، تعمل حاجه كويسه الناس تفتكرك بيها. حاول انك ما تفكرش في حاجات وحشه، ان الناس يعني الانسان يذهب ويموت ويبقى معه عمله الصالح. تمام. عملت حاجه حلوه كويسه في الدنيا، عملت حد كويس، طبعا الناس دي هتفتكرك بيه. تمام. فانت حاول على قدر الامكان تكون كويس، تكون انسان كويس. تمام. الناس تفتكرك بالخير، الناس تدعي لك، ما تخليش حد يدعي عليك. صلي على النبي تمام كتير، وحاول اقرا قران خاطر رمضان وكده. وشكرا على كل التعليقات بتاعت الفيديو اللي فات، ويا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم. وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.